السلام عليكم احبائي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هما كيش بدون عجين بحشوه اللي هي سهله واقتصاديه في نفس الوقت، بمذاق اللي هو رائع. كتوجد في اخر اللحظات. تبعوا معايا الفيديو للاخير باش نعطيكم الطريقه والمقادير مضبوطين. بسم الله على بركه الله. غنجيبوا واحد اللوبوله ولا واحد الجبانه، غنديروا فيها بيضه بدرجه حراره المطبخ. غنضيفوا ايضا ياغورت طبيعي بدون سكر. بالنسبه للياغورت الطبيعي ممكن تعوضوه بلا كريم. انا عطيتكم بالطريقه اللي كتكون اقتصاديه. انا درت واحد شويه ديال الابزار، وعندي هنا نصف كاس من الحليب. غنوضع القليل وغادي نخلط حتى نشوف القوام ديال الخليط ديالي، ونشوف واش نزيد ما تبقى من الحليب او لا. غنخلط جيدا حتى ينسجم لنا داك البيض مع الحليب. هنا غنضيف الحليب اللي تبقى لي، يعني نصف كاس من الحليب اللي درت مع بيضه وكاس ديال الياغورت الطبيعي. هنا بعد ما مزجت المكونات كاملين غنخليهم على جنب، وغنجيب هذا المول هذا ديال الكاب كيك، غناخذ عليه القياسات، وغناخذوا الخبز ديال التورتيلا اولا خبز ديال التاكوس. انا خديت الكبير، كناخذوا من السوبر مارشي، كناخذ القياس الكبير. وغنجيب اي قطاعه ولا اي اداه اللي تكون دائريه بهذا الشكل هذا، ونقطعهم دوائر بهذا الشكل هادو كيف ما كتشوفوا. غناخذ هذوك الدوائر ديال الخبز ديال التورتيلا، وغادي نوضعهم فوق المول ديال الكاب كيك كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. انا نوضعهم كاملين. هذا نبدا نقاد فيهم بالكاس. بالنسبه لهذا الكيش هذا كيجي اكثر من رائع، كيف ما قلت لكم كيجي سهل واقتصادي. صافي غنبدا نقاد في الشكل ديال الخبز بالكاس بهذه الطريقه هذه. انا خليت الفيديو ما سرعتوش باش يبان لكم الطريقه. كنضغطوا كنحاولوا نعاونوا باليدين ديالنا، وحنا كنخرجوا الكاس بهذا الشكل هذا حتى ندخلوا الخبز كامل في المول ديال الكاب كيك. هذه بالنسبه اللي تشهى لي كيش وما ما عندوش ما واجدش عنده العجين ديال لي كيش ولا ما تسالت ليه، كنستعنوا بالخبز ديال الطاكوس ولا بالخبز ديال التورتيلا، كيجي حتى هو رائع. صافي هنا قديت الخبز بهذا الشكل هذا. انا غنمشيو للحشوه. انا شحرت واحد شويه ديال لي زيبيناغ هنا في هذا المقلاة مع شويه ديال الابزار وشويه الملحه وشويه الزيت. صافي كنشحروا دغيا كتهبط هي. صافي هنا غادي نبداو ناخذوا قياس ديال تقريبا ملعقه كبيره، ونوضعوا في وسط العجين اولا في وسط هذا الخبز ديال التورتيلا. حشوه سهله وبسيطه وكتوجد دغيا دغيا كيف ما قلت لكم، يعني ما كتاخذش لينا وقت طويل. صافي هنا من بعد ما وزعنا هذيك لي زيبيناغ فوق العجين. بالنسبه لهاد الحشوه هذه كتبقى اختياريه، ممكن تستعملوا اي حاجه متواجده عندكم، يعني خضر اللي مشحرينهم اولا كيف ما درت انا لي زيبيناغ، يعني اللي متواجد عندكم كتستعملوه. ولكن هاد الحشوه هذه كتجي لذيذه، يعني كتستحق التجربه. صافي هنا غادي نجيبوا لادان فيمي اللي قطعناه مكعبات صغار كيف ما كتشوفوا، وغنبدا كنوزعو بالتساوي كيف ما درت لي زبيان. غنوزع حتى لادان فيمي بهذا الشكل هذا على باقي العجين. صافي ملي وزعناه بهذا الشكل هذا غنجيبوا الخليط اللي خلطنا ديال لاباراياكيش اللي ديجا وجدنا، غنديروها فوق من هاد الحشوه هذه.
يعني حشوه كيف ما كتشوفوا بسيطه، ما كتاخذش منكم وقت طويل. كيف ما كنقولوا هاد المملحه هاديه ولا هاد الكيش هذا كيوجد في الدقيقه 90. كنعرفوا مع رمضان كنبقاو نوجدو فاش كيغفل لنا الوقت كنبغيو شي حاجه اللي توجد دغيا دغيا. صافي غنبدا نوزع في هذيك لاباري على العجين بهذا الشكل هذا بالتساوي. ماشي مشكل نعمروهم راه ما كتطفيش لينا. صافي من بعد ما غادي نوزعوهم بهذا الشكل هذا. حنا ديجا وجدنا الفران على درجه حراره 180، كنشعلوا عليه من الاسفل حتى كطيب لينا ديك العجينه ولا كتبدا تحمر لينا. عاد كنشعلوا عليه من الاعلى، حيت انا غنزيد فوق منه فرماج احمر. ممكن ديروا فرماج احمر ولا فرماج احمر وفرماج موتزاريلا، كيبقى الاختيار لكم وعلى حسب الذوق وعلى حسب المتواجد دائما. صافي غادي نضيفوا هاد الاضافه الاخيره ديال الفرماج، وغندخلوه في الفرن اللي قلت لكم سخون على درجه حراره 180. كنعطيهم الوقت ديالو حتى كتبدا كتبان لنا ديك العجين كتحمر لينا وكتقرمش، وكنشعلوا عليه من الاعلى باش كيدكراتينا وكيعطينا داك اللون الذهبي زوين ديال الفرماج، وكنطفيو عليه. صافي انا غنسالي الفرماج اليوم كاملين وغندخلهم للفرن، ونتلاقى باش نوريكم النتيجه النهائيه ديال هاد لي كيش هادو. صافي انا ندخلهم الفرن ونتلاقى. وهادو هما لي كيش ديالنا كيوجدوا وكيجيو لذاذ ورائعين، والرائحه ديالهم غزاله، وحتى المنظر ديالهم كيجي رائع. انا زينته هنا بشويه ديال القزبر ديال المعدنوس عفوا. ممكن تزينوهم باي حاجه متواجده عندكم. وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم بالصحه والراحه. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه.